يعجبك لو ما يعجبك، الشعب العراقي أكبر شعب يحكم عليك من أول ثواني. لازم تستخدم هاي الميزة لصالحك وتحولها إلى مبيعات لك. شنو هاي الميزة؟ أكيد كنا عندنا هاي التجربة من تروح لمثلا محل وتريد تشتري فد شيء ويستقبلك صاحب المحل بابتسامة ويرحب بيك ويسألك كم سؤال بخصوص اللي تريد أو يقول لك أي شيء تحتاجه أنا بخدمتك. شنو الشعور اللي يجيك؟ حتى مرات نضوج نطلع من المحل بدون ما نشتري. بس إذا دخلت للمحل وأصلا صاحب المحل ما منتبه عليك وحتى ممكن راسه بالتليفون جاوبك بجفاف، أنت بهالحالة يمكن حتى لو شفت شيء يعجبك راح تعوفه وتطلع وبعد ما تدخل له. شباب بطلوا هاي السوالف. هسه هذا الشيء خلي أنقله لحساباتنا بالإنستا. تخيل يجي شخص يراسلك على الدايركت يسلم عليك ويسأل على السعر وانت تجاوبه بكلمة واحدة ومثلا تكتبها بس 30,000 او يقول لك بيها مجال او اكو غير